السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. فنان سامح حسين. الفنان سامح حسين عامل برنامج اسمه قطايف، قمة في الروعة والجمال. هو كان قال قبل رمضان ان انا هعمل برنامج وبتمنى ان انتوا تدعموني ويا رب البرنامج ينجح. البرنامج اسمه قطايف. من اول حلقة عملها المحتوى بتاعه راقي جدا، طريقة الاداء راقية جدا، بيتكلم برنامج ديني. كل فيديو من 4 دقايق 5 دقايق، في فيديوهات 8 9. كل المحتوى بتاعه انتشر على السوشيال ميديا بصورة رهيبة. وبالمناسبة هو مش على اليوتيوب بس، على القناة بتاعته، هو عامله على الفيسبوك وعلى كل المنصات، مش بيتعرض في التلفزيون. وعلى الرغم من انه بيعمل البرنامج من بيته، يعني ادوات بسيطة، الا انه حقق مستوى عالي جدا من المشاهدات. يعني خطف الترند زي ما بيقولوا كده من كل الفنانين الكبار والبرامج الكبيرة. هو ده اللي يستحق الترند فعلا، وهو بالفعل حصل على الترند. الناس اللي عملت البرامج وصرفت عليها ملايين ومليارات ولا حد بيبص لها. دي مش محتويات اساسا هادفة، ولكن الراجل بأدواته البسيطة عمل محتوى راقي، عظمة، حاجة تخليك تسمع الفيديو من أول كلمتين للنهاية في استمتاع. المعلومات اللي انت بتسمعها منه، يعني أكاد أقول إن أنا في حاجات كتير أنا ما كنتش أعرفها، حاجات كتير. يعني انت بتستنى الفيديو اللي بعده واللي بعده. ما شاء الله، الله أكبر. عنده الفيديوهات، في فيديوهات عملت 5 مليون مشاهدة و4 مليون مشاهدة و300 ألف لايك وسيل من الكومنتات. حاجة كده إيجابية رائعة تستحق الناس كلها تدعمه. ناس داخلة حقدة بتقولك يعني هو كان يطلع ايه ده في الأول وفي الآخر، ده كان فنان أراجوز. لا، هو عمره ما كان مبتذل على فكرة. هو كان بيعمل أدوار فكاهية، يعني كان بيعمل عبودة، ماركة مسجلة، كل الحاجات اللي كان بيعملها كانت كده حاجات فاني، حاجات لطيفة، يعني راجل وست ستات، حاجات من هذا القبيل. بقاله فترة ما بيمثلش، فالراجل هيقعد في البيت يعني يختفي من الوجود. الراجل ربنا هداه انه يعمل برنامج بيتكلم في الدين في رمضان، وتوقيت حلو جدا جدا. ربنا ألهمه بالفكرة، والفكرة بتاعته عجبت الناس جدا. فكرة راقية، برنامج راقي وهادف، مش الحاجات الهايفة التافهة اللي الناس عمالة تدعمها، التفاهات بقى اللي الناس عمالة بتكبرهم وبتعليهم. هو انتوا ما انش الأوان ان انتوا ترتقوا بالمحتويات اللي انتوا بتتفرجوا عليها على المنصات بتاعتكم، ان كان يوتيوب ولا فيسبوك ولا تويتر ولا على التيك توك، اي منصة فيها حاجة هادفة تابعوها، ادعموا الناس اللي بتقدمها لكم. في حاجات راقية تستحق الدعم. كفاية بقى اسفاف وتفاهات من الحاجات اللي بتتفرجوا عليها. طبعا البرنامج بتاعه خطف الانظار من المسلسلات والبرامج اللي بتتقدم. الناس تقريبا، يعني انا بقول تقريبا ده لان بسم الله ما شاء الله الفيديو اللي بيتعرض بعد نص ساعة بتلاقيه عدى 500 600 ألف مشاهدة. الله أكبر، ربنا يزيدك يا رب. وناس تقول لك ليه هو يطلع مين؟ هو الراجل قال لكم أنا شيخ؟ هو كان الأول تاب وأناب عشان نقول نسمع له؟ ربنا هداه يوصل للفكرة دي، ويمكن ربنا عمل كده علشان يبعد عن الفن، الله أعلم. وبعدين اللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه، وده اللي احنا شفناه. الراجل من ساعة ما نزل الفيديوهات بتاعته، الله أكبر ما شاء الله، ايه الجمال ده، ايه الجمال والرقي ده. ربنا يزيده يا رب، ربنا يزيده مشاهدات وفلوس هقول ايه؟ ده اللي ربنا بيحبه بجد، مش الحاجات اللي الناس اللي عمالة تقلع، والناس اللي عمالة تتنطط، والناس اللي عمالة تقول ألفاظ إباحية، والناس تدعمها ويضحكوا وياخدوا مشاهدات وفلوس على حسابكم. وزي ما احنا بننتقد المحتويات الهايفة التافهة، لازم نشيد
بالبرنامج الراقي اللي عامله سامح حسين ونتابعه. سامح حسين انا ما كنتش اعرف الحساب بتاعه، انا من كتر ما شفت الفيديوهات بتاعته انا دخلت الصفحه بتاعته اتفاجئت، ده داخله على 10 مليون متابع، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يزيده. وسمعت ان اكتر على اليوتيوب وبقيه المنصات، انا شفته على منصه اكس كمان، ما شفتوش غير على فيسبوك ومنصه اكس. ما شاء الله، دعموه يا جماعه، لان ده هو ده فعلا المحتوى الهادف، كل الناس بجميع الاعمار تتفرج عليه. تتفرج عليه انت واخوك وابوك واختك وامك والناس كلها، من غير ما تبقى فيه كلمه فيها اسفاف ولا احراج. الراجل بيقدم محتوى ديني راقي، كلمه راقي دي حط تحتها 1000 خط. برنامج يستحق، قطايف سامح حسين يستحق فعلا الدعم، كلنا ندعمه. جزاه الله كل خير، وكل سنه وانتم طيبين.